السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الليفت بتاعنا. هنخليله بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. انا جبت الليفت زي ما انتم شايفين، غسلته كويس، وجبت بقى طبعا القطاعة دي اكيد في كل بيت. حاجة سهلة وبسيطة. بعد بقى ما غسلته انا بحب اغسله الاول وبعد كده بقطعه. قطعته بالقطاعة دي. هقول لكم ازاي. هنجيب دي هنقطعها كده، تمام، وهنرمي بقى الحتة دي وهنشيل دي كده، تمام، وهنبتدي نعملها كده دواير اهو، تمام. نخلي دي كده. بيبقى شكله احلى وبيستوي معاكي على طول وبيبقى طعمه كمان لذيذ جدا، تمام. ونيجي بقى نكمل تقطيعتنا مع بعض كده. طبعا بقى دعمونا بلايك واشتراك في القناه لو عجبناكم واكلاتنا عجبتكم. نجيب بقى طبعا القطاعه اللذيذه دي، اكيد موجوده عندك، بتاعت بطاطس بتاعت اي حاجه، وبعد ما بتقطعيها كده بتروحي نازله عليها بالمنظر ده. اسهل من كده مفيش. شايفين بقى؟ ايه رايكم بقى في التقطيعه الحلوه دي؟ هو مش اي حد يعمل ليفت يعني، هو مش ليفت والسلام يعني احاولوا ايه يعني، ليفت على الليفت يفرق في الشكل وفي الطعم. في ليفتايه كده تلاقيها كبيره كده وشكلها مش حلو، بيبقى طعمه تحفه. تمام كده. احنا جهزنا الحاجه كلها معانا بعد ما قطعنا. القطعه بتاعتنا دي اكيد موجوده عندك، ودي العروش بتاعته بتديه طعم شويه. انا بحب احط له شطه وملح وبنجر، دول الثلاث مكونات بتوعنا بتوع الوصفه. كل حاجتنا سهله وبسيطه جدا وهنعمله مع بعض في ثواني ان شاء الله. وطبعا بقى محتوياتنا بسيطه يا جماعه، بس انا كنت ناسيه حاجه عايزه اقول لكم عليها. ده فلفل احمر انا بحب احط له، والخل بتاعنا، تمام. وجبت بقى البرطمان، لازم بقى كل حاجه تبقى قدامكم كده وايه، نتشجع مع بعض. هنحط جوه البرطمان ده معلقتين ملح ومعلقه شطه، وهنحط البنجر ده اهم العوامل في نجاح الليفت بتاعنا. وده فلفل احمر، نحط له حته كده ونبتدي بقى نقلب. شايفين بقى الميه اتحولت معانا للون الاحمر خالص اهو، هو ده بقى المطلوب للليفت. قلبي بقى المكونات بتاعتك كويس قوي كده. شايفين بقى الميه لونها بيتغير خالص. نديها كمان واحدتين بنجر. ان الليفت يا جماعه هو البنجر، في ناس بتبشره بس انا بحب احطه كده. ندوق بقى الميه بتاعتها. الله الله بجد. وننزل بقى عليها بالليفت بتاعنا ده. انا عايزه احط حبه ايه، انا عايزه البرطمان ده يبقى حاجه عالميه كده. شايفين بقى منظره عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه، يعني بيتكلم عن نفسه. شايفين المنظر جبار. وما يستوي بقى هيبقى حاجه جباره. اكيد هيقعد معاكي 3 ايام او 4 ايام، كبيره قوي. الليفت ملوش روح. بس عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، لازم قبل ما انتوا بتعملوا الليفت تكونوا ناقعينه قبلها مثلا بساعتين ولا حاجه في الميه. بيفرق معاكي في السوا على طول، بيستوي معاكي على طول زي ما انتوا شايفين كده. كده انا ايه، مليت البرطمان بتاعي اهو. هحط له على الوش ايه، واحدتين بنجر تاني، عشان البنجر ده يا جماعه شايفين اول ما بيلمس الميه اللون بيبقى عامل ازاي. هتطلعي اللفتايه معاكي حمرا كده وليها مذاق خاص، تمام. نحط شويه الخل، تمام. وعلى كده بقى دي شكل البرطمان بتاعنا اهو. ما خدش اي وقت معانا كده. احنا خليناه وهنسيبه معانا 3 ايام. انا بس عايزه اوريكم الشكل بتاعه. شايفين بقى المنظر بتاعه عامل ازاي؟ شايفين المنظر بتاعه تحفه. كده خلاص خلصناه. دي النتيجه بتاعتنا، تمام. وهنشوفه بقى بعد ما يستوي هوريهولكم عامل ازاي،
تمام. خلصنا كده خلاص. الليفت بتاعنا شايفين شكله بقى عامل ازاي، تحفه. والميه بتاعته لونها جبار. هو ده الليفت على اصوله. كده بقى خلاص. طبعا هو اتخلل معانا. نبتدي بقى نطلعه ونشوف شكله عامل ازاي. شايفين بقى المنظر بتاعه. لايك واشتراك في القناة يا جماعة لو عجبني. شايفين شكله كده بقى شكله. شايفين منظره. لايك بقى واشتراك في القناة. وده شكل الليفت الحلو بعد ما خللناه. ادعمونا بقى بلايك واشتراك. السلام عليكم.